يعطيكم العافية بحلقتنا لليوم يلي هي بعنوان هل جبل الأكراد جزء من غربي كردستان؟ في البداية بدنا نقول وين جبل الأكراد؟ أي موقع في أي مكان هو جبل الأكراد بياخذ مساحات واسعة وشاسعة من محافظات إدلب حما اللاذقية في سوريا. جبل الأكراد موجود في هالمحافظات الثلاثة يلي هي بتصير ليصلوا لسهل الروج إلى عفرين. طيب خلونا نحكي عن جبل الأكراد وأهل جبل الأكراد وتاريخ جبل الأكراد لنعرف إذا كانوا هن مع جبلهم جزء من غربي كردستان أو لا. خلونا بداية نذكر بعض المصادر التاريخية اللي تتحدث عن الوجود التاريخي للكرد في سوريا، ونبدأ بالمستشرق الفرنسي رينيه دوساو المتخصص بتاريخ سوريا والمتوفي سنة 1958 للميلاد. في كتابه راح أقرأ اسم الكتاب طبعا لأنه المعلومات جبتها مترجمة مو من اللغة الفرنسية، ولكن الكتاب باللغة الفرنسية. راح أقرأ اسم الكتاب العنوان، وبالتأكيد ما راح ألفظه صح نتيجة أنه ما بعرف فرنسي. توبوغرافي هيستوريكيو ديلي سوريين انتيكيو إت ميديفالي، والصادر سنة 1927 للميلاد في العاصمة الفرنسية باريس ما يلي. يعود تاريخ الوجود الكردي في سوريا قبل التواجد العربي بمرحلة زمنية سحيقة، يعود لمئات السنين قبل الميلاد، حيث كان سهل العمق ومنطقة حارم مأهولة بالأكراد وتحت سيطرة الكرد قبل غزو الإسكندر المقدوني للمنطقة. بنفهم من كلام المستشرق الفرنسي رينيه دوساو أن الوجود الكردي بيسبق الوجود العربي في سوريا، وهون ذاكر منطقتين، سهل العمق منطقة حارم، هدول بمحافظة إدلب. محافظة إدلب كمان يعني فيها جزء من جبل الأكراد، سموه جبل الأكراد، هو جبل الكرد طبعا. هلا خلونا نشوف شو كاتبوا المؤرخ والبروفيسور الألماني ستيفان وينتر يلي جايب المعلومات من الأرشيف العثماني. بيقول كانت منطقة الجبال الساحلية الشمالية حول اللاذقية تاريخيا مركز استيطان كردي مهم يوثق السجل العقاري للضرائب من القرن السادس عشر بناء مسجد الأكراد في جبلة من دخل محصول خاص يعود ربما إلى طبقة من الكرد المتحضرين والذين ربما كانوا يمتلكون أراضٍ زراعية منذ عصر المماليك الشركس بين الأعوام 1382 1516 للميلاد. كان يطلق حتى القرن العشرين اسم جبل الأكراد على المناطق المرتفعة خلف جبلة واللاذقية، ولا تزال المناطق المحلية تحتفظ إلى أيامنا هذا بأسمائها الكردية كدوير الأكراد، مزار الأكراد، بيت الأكراد إلى آخره. كان بيت ياشوث وقرى علوية أخرى تعود ملكيتها ولحقبة طويلة لآغا عائلة كنج. كان حصن صهيون في سنجق جبلة حسب المصادر العثمانية، والذي كان يعود إلى الفرسان الصليبيين مسكونا من قبل قبيلة ساجلو الكردية في القرن الثامن عشر الميلادي، إضافة إلى عائلة حسن آغا رستم الكردية، والذي امتد نفوذ هذه العائلة في كامل جبل الأكراد حتى بانياس، وبقيت هذه العائلة مسيطرة لعدة أجيال في تلك المناطق حتى القرن التاسع عشر الميلادي. طيب أنا بكتفي بهالمعلومات هاي. نحن ذكرنا اثنين من المؤرخين اللي هن ستيفان وينتر مؤرخ وبروفيسور ألماني، ورينيه دوساو الله يرحمه مستشرق فرنسي، عن كردية جبل الأكراد. هلا كمان راح نعطي أمور أخرى بإضافة إلى الكاتب أحمد وصفي زكريا
في كتابه عشائر بلاد الشام والصادر عام 1945، ويتحدث فيه عن الوجود الكردي في هالمناطق هاي. راح أذكر بعض قرى جبل الأكراد. قرية مزين، التسمية كمان، لأن الحكومات السورية المتعاقبة كان بظنها أنه جبل الأكراد مو جزء من غربي كردستان، فما قامت بتعريب كل القرى، قامت بالتعريب ولكن مو كل القرى الكردية في الجبل. قرية مزين، يعني مزن بالكردية تعني الكبير. قرية وادي باصور، باصور يعني الهواء الأحمر، با بالكردية هواء، صور الأحمر أي الحاد. وقرية سيترب، سسي ثلاثة، ترب أي القبور، أي القبور الثلاثة. وقرية كباني، كباني يعني كافاني، لحد الآن عم نقول كافانيا مالي أي ربة المنزل. وقرية شير قبوع، شير بالكردية أسد. وقرية آرا، آرا تعني آر النار. وتردين أيضا، تردين، تردين تعني الشخص شبه المجنون. وعرافيت، عرافيت فيت أي الشخص الضخم. هاي بعض القرى الكردية في الجبل احتفظت بأسمائها، طبعا ما طالتها أيادي التعريب. أما العائلات راح أذكر لكم بعض العائلات، أسامي بعض العائلات الكردية في الجبل، وتسميتهم هي تسمية كردية خالصة. فاتو، حمدو، سينو، درويشو، كنج، جناورو، أوسي، زمو، وليو، برو، بقداش، دودو، حجيكو، دو، رشو. يعني تسمية حتى القرى وأسامي العائلات كمان أسامي كردية. طبعا الوجود الكردي في جبل الأكراد ما بيقتصر أنه من عهد صلاح الدين الأيوبي القائد الكردي، لا أبدا، لأنه مثل ما ذكرتكم هلا المستشرق الفرنسي رينيه دوساوت بيأكد أنه الوجود الكردي يسبق الوجود العربي في سوريا بمرحلة زمنية سحيقة إلى ما قبل الميلاد، وقبل غزو الإسكندر المقدوني للمنطقة ولسوريا الحالية التي تسمى جمهورية سوريا الحالية. طبعا بيسبق هالشيء. يعني بعد هالمعلومات هاي بالتأكيد جبل الأكراد يعتبر جزء لا يتجزأ من جغرافية غربي كردستان التي تمتد من ديريك المعربة إلى المالكية، إلى عفرين المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها من المعارضة السورية، وإلى جبل الأكراد إدلب ثم حما ثم اللاذقية، وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط. طبعا مجيء صلاح الدين الأيوبي أيضا كان سبب رئيسي لتزايد عدد الكرد في جبل الأكراد، أنه صلاح الدين الأيوبي قام بتوطين أهله في الجبل، يعني تحضيرا لمعركة بيت المقدس. هالأمور خلونا نعرف، وخلونا خاصة الكرد أنه تأكدوا أنه جبل الأكراد جزء لا يتجزأ من غربي كردستان. طبعا سهل العمق يمتد إلى المنطقة الغربية من شياي كرمينج عفرين، والاسم نسبة إلى عشيرة آمكي أو أومك، ولكن تم تعريبه إلى عمق على نفس القافية بالضبط. سهل العمق ليكو كمان مثل ما في البداية خبرتكم رينيه دوساوت عم يقول حيث كان سهل العمق ومنطقة حارم مأهولة بالأكراد وتحت سيطرة الكرد قبل غزو الإسكندر المقدوني للمنطقة. إضافة للكثير، يعني ما زال أو لا زال الكثير من الكرد في جبل الأكراد يقرون ويفتخرون بكرديتهم، وأنا على تواصل معهم، وكل المعلومات عن قراهم هم من أرسلوا لي هذه المعلومات. وطبعا بالتأكيد الكثير منهم كمان استعربوا، صاروا مستعربين، ولكن ليست مشكلة. في المستقبل
رأيي الشخصي، إذا الكرد صار إلهن سواء دولة كردية أو فيدرالية أو حكم ذاتي أو إدارة ذاتية بشيء شكل معترف فيه دوليا، كل الكرد المستعربين راح يرجعوا لأصولهم بمجرد ما صار في طمع بالكرد. فيني أقول هالشي ويعطيكم العافية، ويعمروا قراهم من جديد ونشوفهم بخير وسلام، وأنتم تضلوا بخير.